السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين. زي ما وعدناكم طبعا احنا رحنا الأصوات الجميلة. طبعا معانا الأستاذ طاهر والشيخ صلاح. طبعا إن شاء الله هنسمع منهم بعض الآيات الكريمة في القرآن الكريم. زي ما وعدناكم إن احنا إن شاء الله هنحاول نشوف الأصوات الجميلة ونكتشفها لكم دايما ونكون معاكم دايما بإذن الله. اتفضل يا شيخ صلاح. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها هذا هو سعيد تعرف فيه يعني. بسم الله ما شاء الله. جد يا بني ربنا يبارك لك يا رب. يا إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك. واصبر على إن ذلك من عزم الأمور. واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. طبعا جاب المساجد مع الشيخ صلاح وقلنا بصوته تعبان، قلت له يا عم سيبها لله وربنا هو اللي بيسرها من قلبي. بسم الله ما شاء الله زي ما سمعت الصوت. الله اكبر عليك، الله اكبر عليك. حاجه يعني انا مش قادر اتكلم والله. انتوا طبعا هتحكموا بنفسكم. طبعا معانا الاستاذ طاهر هيسمعنا برضه بعض الايات. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت
فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوا أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. صدق الله العظيم. طبعا الشيخ صلاح المعلم والاستاذ طه طبعا التلميذ، فطبعا دايما المعلم لازم يعلم جامعه التلميذ، فطبعا بسم الله ما شاء الله زي ما احنا سمعنا الاصوات الجميله ديت. طبعا حاسبين طبعا التعليق لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.